إحنا كستات عندنا نقطة مشتركة، نحب نعيش مرتاحين وما نحرمش نفسنا ولا أولادنا، ونحب كمان الضيف يدخل بيتنا يلاقي خير، ونحب في المناسبات نكون مرفوعين الراس ومش أقل من غيرنا. وعلشان كده بيبقى صعب علينا قوي نعيش العكس، الضغط والقلة والإحساس إنك دايما بتشدي في الدنيا وهي مش راضية تديكي. بس الست الذكية لما بتوصل للمرحلة دي ما بتسكتش وبتدور على السبب، وكمان بتدور على حل ينقذها وينقذ بيتها وينقذ ولادها. ولو انت حاسة بالإحساس ده دلوقتي، عايزة أقولك السبب موجود عندك والتغيير أقرب مما تتخيلي. كملي الفيديو للآخر لأنه ممكن يكون نقطة التحول اللي انت كنت مستنياها بقالك سنين. أنا اتغيرت واتغيرت بجد، مش علشان كنت قوية ولا علشان حد مسكني من إيدي، أنا اتغيرت علشان وصلت لمرحلة الضيق وقلة البركة، والرزق بيكون على قده وتعب في النفس وتقل في كل حاجة. كنت بسأل نفسي هو ليه بجتهد ومش شايفة نتيجة؟ ليه دايما حاسة إن في حاجة واقفة؟ وقتها وقفت مع نفسي وقلت لحد إمتى؟ وإيه اللي موقفني؟ ومن هنا بتبدأي تدوري على حل. ولما تيجي تحاولي تلاقي حل، أول حاجة لازم تعمليها إنك تبصي لنفسك. اسألي نفسك بصدق، أنا شاطرة في إيه الحاجة اللي بعملها أحسن من غيري؟ صدقيني مفيش ست فينا ملهاش ميزة، ولا واحدة فاضية من غير موهبة. يمكن تكون مهارة بسيطة، يمكن تكون حاجة اتعودتي تعمليها من غير ما تاخدي بالك، بس لو اتشافت صح واتطورت صح ممكن تبقى مصدر دخلك اللي يغير حياتك وحياة أسرتك 180 درجة. واحنا كلنا عارفين الحقيقة دي حتى لو بنهرب منها. التحسن المادي مش كل حاجة بس هو أكتر حاجة بتسهل علينا حاجات كتير، وبيخلينا أهدى وبيخلينا مطمنين، ونقدر نفكر صح ونقدر نظبط بيتنا ونربي ولادنا بمستوى حلو ونعيش من غير ضغط ومن غير خنقة. وبعد ما نعرف احنا شاطرين في ايه بالظبط وبنسبة كام في المية، مش لازم نطلع نجوم ولا نبدأ من فوق، احنا هنبدأ من تحت خالص بأبسط الإمكانيات اللي في ايدينا دلوقتي. نحط هدف قدام عينينا ونلزم نفسنا بيه حتى ولو بخطوة صغيرة كل يوم. نسعى ونغلط ونتعلم ونكمل، مفيش مشكلة، لحد ما ربنا يكرم ونتطور واحدة واحدة من غير ما نحرق نفسنا ولا نقارن نفسنا بحد. اللي اتغير في حياتي ما كانش ضربة حظ، كان وعي وسعي وصبر. واللي حصل معايا ممكن يحصل مع أي ست قررت إن هي ما تقفش مكانها وما تسكتش على الوضع اللي هي فيه. وقبل ما تبدأي أي خطة لهدفك، وقبل ما تحطي ورقة وقلم وتكتبي عايزة إيه وتوصلي لإيه، لازم حاجة مهمة تحصل الأول: تحسين الجو العام حواليكي. لأنك مش هتعرفي تبني حاجة في وسط زحمة، ولا تركزي وانت عايشة في ضغط بصري ونفسي طول اليوم. واحنا اتكلمنا كتير قبل كده وكررها تاني لأن دي حقيقة مهمة جدا. أول خطوة حقيقية للتغيير بتبدأ من بيتك. البيت المرتب بيساوي عقل مرتاح بيعرف يفكر ويخطط ويتخذ قرارات من غير تشتت. وعلشان كده لو عايزة تتغيري للأفضل، ابدأي وغيري بيتك للأفضل الأول، مش من حيث الفخامة ولا الغنى ولا الأساس الغالي ولا المظاهر ولا الكلام ده كله، لأ، التغيير الحقيقي بيكون في النظام وفي النظافة وفي الترتيب وإحساس الراحة اللي أول ما تدخلي بيتك بتحسيه. حتى لو بيتك مجرد أوضة وصالة، تقدري تخليهم مملكتك الخاصة ومصدر راحتك ومصدر قوتك في نفس الوقت. مكان يشحنك مش يستنزفك، يحضنك مش يخنقك، يساعدك تكملي طريقك في هدوء وثبات. لما بيتك بيرتاح انت بترتاحي، ولما انت بترتاحي تفكيرك بيتظبط وطريقك يبدأ يبان قدامك واحدة واحدة. والكلام اللي أنا بقولهولك ده مش تنظير ولا كلام تحفيزي وخلاص، ده نابع من تجربة عشتها خطوة بخطوة وجربتها على نفسي قبل أي حد، وحبيت أشاركك التجربة دي وأعرفك هي إيه بالظبط. لما طبقت الكلام ده بجد، مش حاجة واحدة اللي اتغيرت، شخصيتي اتغيرت وحياتي اتغيرت وبيتي كمان اتغير. تغيير مش بسيط، تغيير 180 درجة. بقيت أهدى وأوعى، عارفة أنا عايزة إيه وبتحرك ناحيته بثبات. واللي ساعدني أعمل ده إني بدأت من الأساس الصح، من نفسي ومن بيتي ومن قراري إني مكملش زي ما أنا. وعلشان كده لو انت حاسة انك واقفة مكانك او حاسة ان الدنيا تقيلة عليكي، حابة اقولك التغيير ممكن قوي واقرب كمان مما تتخيلي. وفي حاجات بسيطة جدا لو غيرتيها حياتك كلها هتبدأ تتغير. اول حاجة انك ما تعرفيش خطواتك لحد، مش علشان الحسد والكلام ده، لكن لان مش كل الناس بتفكر زيك ولا كل الاراء هتنفعك. اراء كتير ونصايح متضاربة ممكن تشتتك او تخوفك، خصوصا في البدايات لما ما بيكونش في نتائج واضحة قدامك تسكت الناس او تقنعهم بيكي. خلي طريقك بينك وبين ربنا وبين نفسك وبس.
أما تاني حاجة، لو مش هتعرفي تخبي، على الأقل ما تتأثريش، ما تخليش كلام الناس اللي حواليك يحبطك أو يشككك في نفسك، وما تجريش طول الوقت تثبتي نفسك لحد، لأن الطريقة الوحيدة اللي المفروض تثبتي نفسك بيها هي نجاحك وبس. سيبيهم يتوقعوا فشلك، سيبيهم يقللوا من حلمك، ولما توصلي هيجوا هم بنفسهم يسقفولك ويسألوكي عملتي كده ازاي. تالت حاجة، ما توقفيش لو يوم تعبتي أو ما قدرتيش تكملي مهمتك على أكمل وجه، مش مشكلة. المشكلة الحقيقية إنك تقفي وتسيبي نفسك للكسل فترة طويلة ترجعك لنقطة الصفر من تاني. اتعبي يوم ماشي، اهدي يوم ماشي، بس ارجعي بسرعة. رابع حاجة، ودي أهمهم كلهم، إنك تكتبي السبب اللي بتعملي علشان كل ده. اكتبي ليه عايزة تتغيري، ليه مستحملة التعب اللي بتمر فيه، وليه مش عايزة تفضلي مكانك، علشان وقت ما تكسلي أو تحبطي أو حتى تفقدي شغفك ترجعي للحاجات اللي انت كتبتيها وتفكري نفسك من تاني إن اللي بدأتيه ده مش رفاهية، ده إنقاذ لنفسك ولحياتك ولبيتك وأسرتك كلها. وفي أخطاء كتير ممكن تضيع مجهودك وانت فاكرة إنك ماشية صح، خدي بالك منها كويس قوي علشان ما تتعبيش على الفاضي. أول غلطة إنك تستني الحماس. الحماس حلو بس مش ثابت ومش دايم. لو استنيتيه يجي كل مرة علشان تكملي حلمك أو هدفك عمرك ما هتكملي. الالتزام هو اللي بيكمل الطريق، مش المزاج ولا الحماس. تاني غلطة إنك عايزة نتيجة سريعة. التغيير الحقيقي بطيء وبيبان متأخر. أكتر مرحلة خطيرة هي المرحلة اللي بتبقى قبل النتيجة على طول، اللي فيها ناس كتير بتستسلم لأنها بتكون تعبت كتير ومش متأكدة إذا كانت هتوصل لحلمها ولا لأ. ثالث غلطة هي المقارنة. تقارني بدايتك بنهاية غيرك وتقولي أنا متأخرة. كل واحدة ليها توقيتها الصح اللي ربنا مختاره لها، وليها كمان ظروفها الخاصة، وليها رحلتها واختباراتها اللي لازم تمر فيها علشان تثبت نفسها وقدرتها إنها تستحق فعلا النتيجة العظيمة اللي ربنا كاتبها لها. أما رابع غلطة إنك تعملي كل حاجة مرة واحدة، تتحمسي وتغيري البيت وتغيري من نفسك وتغيري عاداتك، كل ده تخططي له مرة واحدة، وبعد أسبوع تبدأي تتعبي وتحسي إنك مش قادرة تلحقي على ده ولا ده ولا ده، فتقفي مكانك وما تعمليش أي حاجة خالص منهم. فالطريقة الصح اللي انت هتتغيري بيها وتثبتي عليها هي انك تبدأي واحدة واحدة. اول حاجة تبدأي بالبيت، تعملي له خطة مثلا لمدة شهر انك تنظميه وترتبيه، وبعدين تبدأي تغيري حاجات وافكار معتقدات جوه دماغك، وتغيري كمان عاداتك البسيطة زي انك بتنامي متأخر وبتصحي متأخر، ودي حاجات طبعا بتخلي اليوم يطير منك من غير ما تعرفي تنجزي فيه ولا اي حاجة. اما خامس غلطة انك تسمحي للفوضى ترجع تاني، فوضى البيت، فوضى في التفكير، فوضى في الوقت. الفوضى بترجع أسرع مما تتخيلي لو ما أخدتيش بالك. يعني لو قررتي إنك تعملي خطة لبيتك عشان يفضل منظم ورايق، فلازم تحطي في ضمن الخطة دي اللي هيساعدك فيها إنك بعد ما تنجزي كل مهمة تحافظي عليها. يعني رتبتي بيتك ونظمتيه، تفضلي محافظة إن كل حاجة ترجع مكانها، وإنك ما تركميش الحاجات عليكي، تروقي البيت أول بأول، تغسلي الهدوم كمان أول بأول، بعد كل وجبة تغسلي المواعين، تخلي مفيش أي حاجة في أي جزء من أجزاء البيت تتراكم عليكي، سواء مواعين، سواء غسيل هدوم، سواء ترتيب، سواء تنظيم. كل حاجة من الحاجات دي ممكن تاخد منك 5 دقايق بس لو عملتيها أول بأول. سادس غلطة إنك تقللي من اللي عملتيه، تقولي ده بسيط، ده مش إنجاز. لأ، أي خطوة اتعملت هي تقدم، أحسن ما تفضلي ثابتة في مكانك حتى ولو كانت الخطوة دي صغيرة جدا بالنسبة لك. وسابع غلطة، ودي يمكن أخطرهم، إنك تفقدي الإيمان بنفسك. أول ما تغلطي الغلط مش نهاية، الاستسلام هو النهاية. خدي بالك إن طريقك مش محتاج مثالية زيادة عن اللزوم، محتاج نفس طويل، واللي تكمل للآخر هي اللي بتوصل. ودلوقتي بعد ما عرفنا كل الكلام ده، محتاجين نعرف إزاي نثبت على التغيير، لأنه مش كل الناس بتثبت بعد ما ترسم خطة لنفسها أو هدف لنفسها وتتغير بالفعل أو تغير حاجات كتير في حياتها بتثبت على ده. التغيير سهل جدا، لكن التحدي الحقيقي هو إنك تثبتي عليه. علشان كده خلينا أقولك إزاي تخلي اللي بدأتيه يكمل وما يبقاش مجرد فترة حماس وتعدي. أول حاجة، تثبتي القليل قبل ما تزودي. ما تكتريش على نفسك، عادة واحدة بس أو قرار واحد أو هدف واحد لما يثبت تزودي غيره. التغيير اللي بيعيش هو التغيير البسيط اللي بيتكرر كل يوم. تاني حاجة، خلي عندك نظام يرجعك لما تتلخبطي. مش كل يوم هيبقى مثالي ولا كل أسبوع هيمشي مظبوط زي ما انتي رسماه، المهم يكون عندك زر رجوع ترجعي منه. الروتين الصغير زي التنظيف الخفيف ولا الكتابة ولا تنظيم ولا أي حاجة تعمليها تحس إنك رجعتي لنقطة الأمان من تاني. تالت حاجة، راقبي نفسك من غير قسوة.
اسألي نفسك ايه اللي ظبط معايا الفترة دي، وايه اللي لسه محتاج ان انا اشتغل عليه، ايه اللي محتاج ان انا استبدله واغيره خالص عشان يناسب يومي ووقتي والحاجات اللي انا بمر بيها كل يوم، من غير ما تجلدي نفسك ومن غير ما تقولي انا فشلت. انت بتتعلمي مش بتفشلي. رابع حاجة، خلي بيئتك تساعدك مش تعندك. ما تتوقعيش من نفسك انك تلتزمي وانت محاطة بكمية فوضى كبيرة. البيت، الموبايل، الوقت اللي بيجري، الناس اللي حواليكي، كل ده يا اما بيساعدك يا اما بيشدك لورا. ظبطي اللي تقدري عليه وسيبي الباقي واحدة واحدة. خامس حاجة، فكري نفسك دايما ليه انت بدأتي. السبب مش بيتغير، انت اللي احيانا بتنسيه. ارجعي للكلام زي ما قلنا اللي انت كتبتيه وللخطة اللي قررت ترسميها لانك مش راضية عن الوضع اللي انت فيه. سادس حاجة، احتفلي بالتقدم مش بالكمال. مش لازم تغيير مبهر يحصل في حياتك، كفاية انك احسن من امبارح ودي خطوة عظيمة جدا. خطوة صغيرة ثابتة احسن من قفزة كبيرة وبعدين توقفي فترة طويلة او ترجعي لنقطة الصفر من تاني. واهم حاجة، التغيير مش خط مستقيم، وفي ايام بتقع منك وفي ايام بيكون ملكيش نفس الحاجة. بس الفرق بين اللي بتكمل وبين اللي بترجع لنقطة الصفر انها لما بتقع بتقوم وما بتديش نفسها فرصة انها تكسل زيادة عن اللزوم. وخلي بالك، تثبيت التغيير مش قرار ذهني وبس، تثبيت التغيير اسلوب حياة، واكتر مكان بيبان فيه انك ثابتة او بترجعي لورا هو بيتك. البيت اول ما يتلخبط تفكيرك هيتلخبط وخطتك هتقع. وعلشان كده كل مرة تحس انك بترجعي للعادات القديمة اول حاجة راجعيها هي بيتك. مش علشان التنظيف في حد ذاته، لكن لان البيت هو البيئة اللي بتدعمك او بتستنزفك. النظام اللي في بيتك بيثبت النظام اللي جواكي، والفوضى اللي حواليكي بتسحبك من غير ما تحسي. وكمان الرزق مش دايما بيقف علشان قلة سعي، احيانا بيقف علشان قلة ترتيب. لما المكان يترتب العقل بيهدى والسعي بيبقى اوضح والبركة تلاقي مكان تدخل فيه. وعلشان كده تثبيت التغيير محتاج بيت بسيط منظم ومرتب وهادي وعادات صغيرة بتتكرر بثبات. مش محتاج شدة ولا ضغط، محتاج بس استمرارية. كل ما تحسي نفسك تعبانة رجعي التوازن حواليكي وظبطي المكان وفكري نفسك انك انت ماشية صح. التغيير اللي يفضل هو اللي اتبنى في بيئة صحية، وانت لما تثبتي بيتك هيثبت وسعيك هيثبت ورزقك يبدأ يتحرك معاكي واحدة واحدة ببركة وبهدوء. واهم حاجة لازم تعرفيها دلوقتي ان كل التغيير اللي اتكلمنا عنه ملهوش قيمة من غير ركنه الاساسي وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. لما تثبتي على خطواتك ما تنسيش ان كل مجهودك مرتبط بإرادة ربنا. توكلي عليه بصدق وكوني دايما عندك حسن ظن بيه ان هو سبحانه وتعالى هيقدم لك الخير في الوقت الصح. كمان اداء الفرائض، الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن مش بس عبادات، دي مفاتيح للرزق وللراحة النفسية وللبركة. والبعد عن الذنوب والمعاصي ده مش بس أمر ديني، دي حماية لحياتك وحماية لبركة رزقك علشان ما يكونش في حاجة توقف مجهودك أو تعطل طريقك للتغيير. التوكل على ربنا في كل خطوة بتحسسك بالراحة الحقيقية وبالطمأنينة وبالبركة اللي تدخل بيتك وبتزيد حياتك سعادة ونجاح. وفي الآخر التغيير مش مجرد كلام ولا حماس يوم وليلة، التغيير هو قرار خطوة بخطوة بيبدأ من نفسك ومن بيتك ومن وعيك بحياتك. خدي الخطوة الأولى وخلي كل خطوة بعدها محسوبة. ظبطي بيتك ونظمي وقتك واكتشفي مهاراتك وابدأي تنميها. خلي اللي حواليك يحسوا بالفرق مش علشان يقتنعوا بيكي بس علشان تثبتي لنفسك انك قادرة. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس زي ما احنا متعودين كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.